مرحبا واهلا وسهلا فيكم معي مرة تانية بالمطبخ. اليوم راح اعمل سينامون رول بالقرع. لعمل لفائف القرفة بالقرع راح نحتاج للمقادير التالية: طحين متعدد الاستعمالات، او ممكن تستخدموا الطحين اللي بتستعملوه لعمل عجينة الخبز او عجينة الفطاير، حليب كامل الدسم، لب القرع، بيضة، سكر ابيض، خميرة، زبدة. راح نحتاج لسكر بني، ممكن تستخدموا الفاتح او الغامق، انا عندي هون الفاتح اليوم. فكهات راح احتاجها: فانيلا، في عندي هون مجموعة بهارات مخلوطة مع بعض بسموها بامكن باي سبايسز، او اللي هي بهارات فطيرة القرع. هي عبارة عن مجموعة بهارات مخلوطة مع بعض: قرفة وزنجبيل، جوز الطيب، قرنفل. طبعا انا حطيت لكم بالديسكريبشن بوكس تحت الفيديو البديل عنها. راح احتاج لقشر نص بردقانة. لصلصة التغطية اللي على الوجه بالاخر راح نحتاج لسكر بودرة وكريمة فيلادلفيا او كريم تشيز. وهلا راح نعمل العجينة. اول خطوة سخنت الحليب بالميكروويف لحد ما يكون اعلى من حرارة الجسم بشوي. راح اضيف معلقة صغيرة سكر. راح افور الخميرة، بحتاج لمعلقة كبيرة خميرة فورية ناعمة. بحركهم وبتركهم 10 دقايق لحد ما تفور الخميرة، وبهاي الأثناء بحضر باقي المقادير. بوعاء العجانة الكهربائية راح أضيف، ممكن تعجنوها بإيدكم طبعا، لب القرع، راح أضيف البيضة المخفوقة، راح أضيف الزبدة اللي دوبتها، في عندي هون ربع كوب زبدة، ممكن تذوبوها بالميكروويف إذا بتحبوا. ما بدها تكون سخنة كتير طبعا، تتركوها شوي بحرارة الغرفة عشان ما تأثر على الخميرة. الخميرة بعد ما فارت مثل ما انتم شايفين راح أضيفها كمان. راح اخلط هاي المواد كلها مع بعض وابدا اضيف بعدين الطحين بالتدريج. راح اضيف كمية السكر الابيض، راح اضيف الملح كمان، راح احركهم مع بعض وابدا بعد هيك اضيف الطحين بالتدريج. لحد ما تتكون عندي عجينة متماسكة. معلقة صغيرة فانيلا، راح اكمل اضافة بقية كمية الطحين. باخد صحن كبير بدهنه زيت. العجينة بتكون بهالصورة مثل ما انتم شايفين، طرية، ما بدي اياها تكون يابسة بس بنفس الوقت متماسكة. راح اخدها واعملها على شكل كرة. راح اغطيها بنايلون واتركها بمكان دافي لمدة ساعة ونص لساعتين او حتى يتضاعف حجمها. انا هون سيحت على النار ربع كوب زبدة وتركته بحرارة الغرفة. في عندي هون الحشوة عبارة عن 3/4 كوب سكر بني، معلقة كبيرة بهارات فطيرة القرع اللي حكينا عنها، وربع كوب سكر ابيض. راح ابرش شوية قشر برتقال، هاي اختيارية اذا بتحبوا تضيفوها او تستغنوا عنها، بس انا بحب قشر البردقان مع القرفة والبهارات، تعطي نكهة كتير طيبة. طبعا هاي البردقانة بحتاج لها
شوي من عصيرها كمان عشان اعمل صلصة التغطية مع السكر البودرة والكريم تشيز والزبدة. يعني ما راح اكتر، باخد نصها تقريبا. وبضيف الزبدة المايعة وبحركهم كلهم مع بعض لحد ما يتجانسوا. وبعد هيك رح نفرد العجين ونحشيه. بدي ابدا اعمل الفطائر. رح ابدا اعمل لفائف القرفة. في عندي هون انا صحن الخبز، هذا صحن تاكدوا انه يدخل الفرن، دهنته زبدة. عجينتي مثل ما انتم شايفين ضاعف حجمها. رح اخذ العجينة ارش سطح الطاولة. هون عندي طحين، رح انزل العجين. رح افرد العجينة لمستطيل تقريبا 16 ب9 او 15 ب9. العجينة طرية كتير مثل ما انتم شايفين، ممكن افردها بايدي. طبعا بده يكون المستطيل متساوي من كل الجهات. بعد ما لفينا العجين على الحشوة راح اضبطها بحيث انه هي تكون طولها قطرها متساوي، وطولها 16 انش. راح اقطع منها 16 قطعة، كل واحدة انش. فراح استخدم المسطرة هون عشان تساعدني. راح سكينة حادة وبقطع. راح اخذهم احطهم بالصحن عندي. راح اغطي الصحن واترك العجين يخمر مرة ثانية من 45 دقيقة لساعة او حتى يتضاعف حجمهم. وبحمي الفرن وبخبزهم على حرارة 350. راح افرجيكم شكلهم بعد ما يخمروا كيف راح يتضاعف حجمهم. بحطهم مكان دافي طبعا عشان يخمروا. خمر عندي العجين. راح اخبزه على حرارة 350 فهرنهايت بنص الفرن لمدة تقريبا 25 ل 30 دقيقة او لحد ما يتحمروا ويستووا. زي ما انتم شايفين استووا عنا لفائف القرفة. هلا راح احطهم يبردوا شوي، وباثناء ما هم ببردوا راح احضر الصوص اللي بدنا نغطي فيها وجههم. في عندي هون كوب ونص سكر بودرة. راح اضيف له بحرارة الغرفة هون كريم تشيز نص قالب تقريبا 125 جرام، ومعلقة كبيرة زبدة. اضيف نص معلقة صغيرة فانيلا سائلة، وعصير برتقال طازج. حضيف بالاول معلقتين واخلط، واشوف اذا احتاجت كمان اضيف لها. راح احول الويسك واخلطهم مع بعض لحد ما يتجانسوا. راح اضيف شوية عصير كمان. هيك كويس. راح اصب الصوص على
الرولز. السينامون رولز صاروا عندي جاهزين، بقدمهم وهم دافيين او بحرارة الغرفة. يستحسن تستهلكوهم بنفس اليوم، اذا ضلوا لتاني يوم بتصير شوي العجينة يابسة. صحتين وعافية، وبشوفكم فيديو قادم. مع السلامة.